وده طبعا تحفه للي عايز يعمل دايت، لان هو زي ما انتم شايفين كده خفيف جدا. انا حتى ما حطيتش شوربه ولا اي حاجه، مجرد شويه زيت والتوابل بتاعتي اللي بتعمل احلى حركات واحلى طعم. وبكده نبقى عملنا احلى واطعم طاجن تورلي في الدنيا. يلا ادخلوا شوفوا الطريقه، وقبل ما تدخلوا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. بسرعه افتحي تلاجتك وهاتي اي خضار عندك وحطيه على الترابيزه، ويلا بينا ونشوف المقادير. عندنا هو نص كيلو كوسه او اكتر، زي ما انتم شايفين متقشره ومغسوله تمام على ان هي تتقطع على طول. انا بحب اقشرها كده بالمقوار، ما بحبش اعملها بالسكينه او بالمبشره. تمام. طبعا الكميات خلينا نتفق زي ما انت حابه. انا الكوسه مثلا عشقي فبحط منها كتير. بصلتين، اقل من ربع كيلو فاصوليا. طبعا زي ما قلت لك كده اللي انت حابه تحطيه لاولادك، حابين الخضار مفضل ليهم، خضار مش بياكلوه كتير وعايزه تدخليه في وسط الزحمه. وعندي ربع كيلو بسله تقريبا. تمام. عايزه اقول لكم على مفاجاه بقى، ان البسله والفاصوليا دول انا مخزناهم، ما اظنش ابدا ان باين عليهم متخزنين. ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي نخزن الخضار. نيجي بقى للجمال كله. بطاطسايه، طماطميتين، جزرايه، فلفل رومي لو عندك فلفل الوان تمام، وعودين بالعدد كزبره وبقدونس وشبت. وعيش الاول والاخير البتنجان. البتنجان ده بيودي التورلي في حته تانية خالص، مش متخيلين يا جماعه طعمته. هبدا اقطع الكوسه دلوقتي زي ما انتم شايفين. بصوا لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، مش هنقطعها رفيعه عشان ما تتهريش، وفي نفس الوقت ما تبقاش تخينه علشان يبقى طعمها حلو، يعني وسط. طبعا انا مختاره الكوسه الصغيره اصلا كوسه حشو، عشان ما اضطرش بقى اقسم من النص بالطول واقطع وكده، بيبقى شكلها حلو في الاكل اكتر، وفي نفس الوقت مليانه. كده احنا قطعنا الكوسه زي ما احنا شايفين اهو. يلا على الصنف التاني اللي بعده. طبعا محتاجه افكركم جدا ان الكوسه القيمه الغذائيه بتاعتها ما حصلتش، وسهله الهضم جدا، فحلوه قوي للاطفال عندنا، فعشان كده انا كمان مكتره الكميه بتاعتها. هبدا اقطع بقى مجموعه الخضروات اللي عندي دي. يلا بينا. ده كده المنظر بعد ما قطعناها زي ما احنا شايفين كده. تمام. طبعا ما جبتش بس واحنا بنقطع عشان ما يبقاش فيه تطويل الفيديو زي عن اللزوم، بس خليني اقول لكم اديكم اهو شفتوا جمال المنظر. يلا بقى نلخبطه عشان اقول لكم حاجه مهمه. بصوا زي ما انتم شايفين كده الفلفل انا مقطعاه حلقات تمام عشان ما يتهريش مني، والجزر متقطع رقيق. انا ما بحبش الجزره تقطم وانا باكلها، والولاد عندي نفس الكلام. لو انتي عايزاها تقطم هنقطعها تخينه شويه. والطماطم حلقات زي ما احنا شايفين. الخضره متقطعه مع بعضها صغنن، والبطاطس اما تقطعيها حلقات كامله اما انا بحب اقطعها كده. طبعا احنا لخبطنا الرصه مش مشكله، بس حبيت بس افتح نفسكم على الصنف عشان اول ما تشوفوا الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، تقوموا على طول تعملوا التورلي. يلا بينا هنكمل بقى، وبقينا تقطيع البتنجان. انا عندي البتنجان اهو. انا جبت 2 بتنجانه لان البتنجان ده عشقي بجد في الاكل. في صينيه التورلي تحفه، انتوا مش هتتخيلوا، يعني مش هتحسوا ان انتوا بتاكلوا البتنجان التقليدي بتاعنا. فانا جبت 2 بتنجانه كبيره. هو البتنجان والكوسه من اكتر الخضار المفضل ليا في التورلي. طبعا الكميات حسب ما انت عايزه، دي مش حاجه مطلقه يعني. انا جبت البتنجان عشان كبيره قسمتها 2 كده بالعرض، وبعدين هبدا اقطعها. اما تقطعيها كده تمام زي ما احنا شايفين. نحاول تبقى تخينه شويه علشان ما تتهريش مني، لان البتنجان ما بياخدش سوا خالص. اوكي. اما لو عايزه تقطعيها كده، ده او ده معاكي. هو برضو على فكره اتقطع مني في حتت رقيقه، بس تمام هنعمل عبط يعني. بس هو السمك ده كويس كده تمام. ده كده حلو كده. البتنجان اتقطع زي ما احنا شايفين. يلا بقى عشان نبدا نوضب الصينيه بتاعتنا. هنقطع البصل دلوقتي، وهنقطعه شرايح او زي المكرمل علشان يبقى بالطول، يبقى مدي طعم حلو من غير ما يتهري. يلا بينا. كده دي قطعنا البصل. يلا بقى نقطع البتنجان عيش الاول والاخير. بعد ما حطيت الزيت هنزل البصل
بعد كده اقوم نازله بالجزر والفلفل، زي ما احنا شايفين كده. بعدها احط الفاصوليا دي. انا قصدي احط الحاجات دي مش هتتهري قوي لو فضلت تحت عقبال ما اللي فوق يستوي. تمام. بعدها البسله، طيب كده احنا بقينا الكوسه والبطاطس والطماطم والبتنجان والخضره. الحاجات دي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، فانا هولع على دول واحط ربع كوبايه ميه بس لان هي هتنزل ميتها. هولع عليهم واغطيهم كويس يستووا على البخار، واول ما احس ان هما بداوا هقوم حاطه بقيه الخضروات اللي مش هتاخد وقت خالص. قبل ما نحط طبعا لازم نحط معانا الملح والفلفل والبهارات بتاعتنا. هنحط معلقه كمون، نص معلقه فلفل، معلقه ملح، طبعا ده على حسب الحاجه اللي انت عايزاه. والتاتش بتاعنا بقى هنحط سنه توم بودره وسنه بصل بودره. طبعا لو عندك فلفل الوان ممكن تحطيه هيبقى تحفه، بس انا ما عنديش للاسف. لو بتحبوا البروكلي خطير وليه قيمه غذائيه ما حصلتش. ندي تقليبه كويس. زي ما انتم شايفين كله ني في ني، وحتى الزيت ممكن تحطي من غير زيت خالص على فكره. لو حد عايز يحط مرقه خضروات براحته، لو شوربه. عايزه افهمكم كمان ان انا قصدي اعملها كده عشان تبقى خفيفه، لكن لو عندك لحمه مسلوقه عايز تحطيها على وش الصينيه تمام جدا زي ما تحبي. هنولع عليها تمام وهنغطيها عشان تستوي على البخار. واول ما تبدا تاخد شكل ان هي بدات تدخل في السوا هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي والخضار ازاي، عشان ننزل بباقي الخضار ويستوي كويس. يلا بينا، ومش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. زي ما قلت لكم قبل كده رايكم بيفرق معايا جدا. يلا بينا بسرعه. كده انا ولعت عليها، هنغطيها وربع ساعه بالظبط وهنشوف الخضار بقى شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي. كده فات تلت ساعه بالظبط. زي ما شايفين الخضار بدا يضمر اهو. بنزل بكيس صلصه الاول، لو عايزه تحط عصير طماطم تمام اوكي. ادي تقليبه. ادي تقليبه. واقوم نازله بالبطاطس والكوسه. البتنجان، الطماطم، وشويه الخضره اللي عندي. طبعا يا جماعه عشان نسيت اقول لكم، هي اول ما غلت الخضار الاولاني اول ما غلى انا غطيت عليه طبعا عشان ينزل ميته، ما ننساش. انا قلبت اهو، سامعين الصوت؟ هوطي بقى عشان الكوسه والبتنجان والطماطم هينزلوا ميه كتير جدا، فانا مش محتاجه احط ميه تاني. هوطي واغطي عشان يستوي على البخار. لو حسيت ان الميه ناقصه ممكن ازود ربع كوبايه ميه مغليه وتمام كده قوي. 10 دقايق وهنشيل الغطا وهنشوف احلى نتيجه. مش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يا جماعه الجمال وريحته اللي تجنن، مش قادره اقول لكم بقى بجد. يا سلام لو كان عندي كرفس كمان وحطيت عودين كرفس.
ده بقى الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين، استوى خالص، نزل ميته. كل اللي انا عملته حطيت ربع كوبايه ميه بس. عندك مكعب مرقه بتاع خضروات، عندك شوربه زي ما تحبي بس قليل قوي. ده الشكل بتاعي اهو. كل اللي هعمله اني هطفي عليه واحطه في الصينيه البايركس بتاعتي وادخله الفرن عشان ياخد بس ينشف، وشويه كده الشوايه عليه من فوق، واحلى صينيه تورلي وبألف هنا وشفا. يلا بينا نشوف بسرعه. فكرتوا باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بسرعه. اوبس، واو. زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهو. انا مش هتكلم، الصينيه بتتكلم عن نفسها. ايه الجمال والحلاوه والطعامه دي. طبعا انا عشان قصدي اعملها خفيفه حطها سنه زيت، وهشغلها دلوقتي الفرن وبعد كده الشوايه. لكن لو انت عايزه تحطي على وشها زبده، سمنه، لحمه مسلوقه زي ما قلنا، وتحطي على وش اللحمه سمنه سنه بسيطه. ايه الجمال والطعامه دي. احلى صينيه تورلي في الدنيا. يلا هندخلها دلوقتي الفرن. يلا بينا. وده كده الشكل النهائي عندي، وزي ما انتم شايفين الجمال. ريحته تحفه ويتجنن، بمكونات كلها عندك في البيت وبطريقه سهله جدا جدا. احلى طاجن تورلي في الدنيا ممكن تدوقيه وتعمليه. وده كده الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. الف هنا وشفا ليكم. احلى طاجن تورلي في الدنيا، قيمه غذائيه عاليه جدا، وكل حاجه موجوده عندك في البيت، مش هتتعبي في حاجه خالص. يلا بسرعه اعملوا وجربوا وقولوا لي تعليقاتكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وبرضو بحب قوي اسمع اقتراحاتكم.